حبايب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض روتين جديد، وروتين ان شاء الله هيعجبكم. في تحدي كسل كتير ان شاء الله، هنعمل حاجات كتير ان شاء الله في المطبخ. ونشوف اللي جبته من السوق. البطاطس الحمد لله سعرها زي ما هي، كيلو وربع، اللي هو الحجم الجميل بتاعنا ده، الكيلو وربع. كنت عايزه البصل الاحمر، اللي هو القديم بقى، اللي بيقولك الكيلو وربع ما الكيلو وربع يعني ب8، وفي اغلى من كده وشكله مش حلو، فقلت ايه، طب ما انا اجيب الابيض لقيته ونقيت كبير كده شويه، عشان عايزه الحجم الكبير لتتبيلات. الابيض الكيلو ب6.5، وتنقي بقى اللي انت عايزاه. انما الاحمر عشان باللي هو الشرش بتاعه، او بالقش بتاعه، ولا ما اعرفش اسمه ايه، فبيحطوا لك على طول من غير تنقيه، فقلت الابيض من الاحمر مش هتفرق. طبعا جبت اخيرا الفول الاخضر، ما شاء الله انا من ساعتها قاعده باكل فيه، طري وجميل. الكيلو ونص ب10، وفي ناس ماسكه الكيلو وربع بس حلو. جبت ب20. اللي هاكله، واللي اتبقى هعمله اللي هو ايه، هفرزه وعينه في الفريزر. وجبت لفه الفويل دي 50 متر ب30، 50 متر ب30. سألت عند ناس تانية، ال50 متر قال ب60، وال20 متر قال ب23. فده 50 ب30، وال20 ب15. دي 50 متر اللي هو فويل مكة. انا برضو هجربه واشوف، يعني هو رخيص عن التاني، جاز عشان مش في كرتونة ولا ايه، مش عارفة، هو مش هتفرق بقى. ودي كانت مشترياتي من السوق النهاردة. وجبت زبادي للقوفة، فراولة وسادة، اللي هما اللي انا بجيب 2 من ده و2 من ده، الاتنين الاربعه ب8 جنيه، وبال10 بقوم جايبه اي حاجه ده بيحبوا اللي هو النسكوك بالشوكولاته. ونشوف بقى يومنا ان شاء الله ماشي ازاي، وكلنا كده نتشجع، وكل روتين وانتوا معايا ومنورين حبايبي. طبعا معايا الحوض، شكله زي ما انتوا شايفينه كده. طبعا هخلصه الاول قبل ما اعمل اي حاجه. خلاص انا فضيت المشتريات اللي انا جبتها، البصل والبطاطس والفول، طبعا سايباه في الاكياس لغايه اما اقعد له قاعده كده حلوه وابدا اقشره. فانا هخلص المواعين الاول، اهم حاجه عشان الحوض يبقى فاضي، عشان في تجهيزات الغدا وكده، فلازم الغدا الحوض يبقى فاضي. فانا هظبطه ونرجع نكمل. طبعا ما يبقاش فيه فول اخضر في البيت وصابح وطازه وطري وجميل، وما يبقاش معانا كوبايه الشاي باللبن، معانا سندوتش الجبنه البيضه. انا ساعات ببقى احط كمان الفول في السندوتش، بس بقى كل شويه الاقي الحبات وقع، فقلت لا امسك السندوتش جميل وطري ما شاء الله. الست ما كذبتش، والقطه ما كذبتش النهارده، قالت لي طازه يا ابله وعلى المداء. وقفت جنبها كلت لي شويه قلت لها طب وزيني بقى، لازم تدوقي، لازم تدوق. هفطر بقى ونشوف يومنا بقى ازاي ماشي ازاي ان شاء الله. سلقت المكرونه بقى، هصفيها في المصفى. لازم ببقى فاتحه الميه ميه ساقعه كده وده الغدا بتاعنا. طبعا شفتوني المكرونه وانا كنت بفضها في الحوض في المصفى، طبعا بنحبها سايحه كده، والصلصه بتاعتها كتير. وعملت كفته برضو كلنا عارفينها طبعا، مش هنقول طريقتها. وقطعت بطاطس وحمرتها، طبعا انضف واحسن من اللي بره، بس ما اعرفش اللي بره العيال برضو بيبقى لها طعم تاني مميز كده. وطبعا عملت سلطه الطحينه والمخلل اساسي معانا. وطبعا هطلع عيش عشان اللي مش عايز ياكل مكرونه او يغمس بالكفته كده ياكل وينقنق. وطبعا دي برضو اكله رمضانيه ادي وجبه كامله تنفع لرمضان، مفيهاش اي مشكله. تعملي المكرونه طبعا ما تزوديش برضو، عشان لو ما تتبقاش، لو انتوا مش غاويين الاكل البايت. الكفته برضو لو ما هتحط برضو معاها عيش للي عايز، والبطاطس، وحاجه مش مكلفه. لو مش هنقول كيلو لحمه مفرومه، مش هنقول كيلو، تعملي قولي نص كيلو الا ربع وتعمليه وتحمدي ربنا. والله الاكل بيبقى كتير والواحد بيقوم هو خلاص كفايه الميه بتبقى قوي ويقول الحمد لله.
ودي ايه وجبه متكامله تنفع لرمضان وتنفع العزومات، بس نعمل ايه جنبها صنف تاني عشان نبقى بيت كرم كده. طبعا انا هنا زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز، قلت ايه هفكه جزء كده فيه، عشان هو لما بصراحه البوتاجاز بيبقى نظيف بيبقى كل حاجه نظيفه. انا هنا اشتلت الطبقه اللي بتاعه اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الازاز الاولانيه اللي هي اللي بتبقى جوه، وده خلاص اللي بتبقى بره. طبعا اشتلت السجاده اللي في المطبخ عشان ايه طبعا الدنيا هتبقى جميله يعني من تحتها. فهنا خلاص دي الطبقه الاولانيه، حتى الارضيه خلاص بانت اهي خلاص كده. لما غسلتها بايه بسم الله الرحمن الرحيم كلوكس الوان وفيري او فيبا. انا حطيت فيري او فيبا، انا لقيت عندي اللي هو بريل، وطبعا برسيل جل او اريال جل. دي الخلطه بتاعه بوبيستا، قناه بوبيستا. انا خدتها اللي هي تنظيف في الجزء بتاع المرايه بتاعه ايه البوتاجازات او الافران. فطبعا هبدا واحده واحده كده. انا فكيت الجزء الاولاني وسايباها على حوض المرايه، غسلت اللي فوق وبعد كده سبتها بقى بره، هغسلها لسه معاكم. وده الجزء ايه اللي بره. طبعا ايه شكل الارضيه لسه من بره هنا بقى طبعا ايه لسه هيتلمع. طبعا انا حطيت هنا الازازه اهو على حته القماشه، وطبعا باين القماشه بقى لا هو نضيف اهو. انا ما رضيتش اوريهولكم قبل ما يتنضف عشان الشكل كان فظيع. بس هي الخلطه خلطه بوبيستا، كلوكس الوان، برسيل جل او اريال جل، اي مسحوق غسيل. طبعا هي بتقول الاصلي، فانا طبعا ما عنديش فيري اللي هو بيبقى موجود عندها، فانا استخدمت ايه بريل اللي هي الازازه الكبيره. يبقى كلوكس الوان، اريال جل او برسيل جل، وفيبا او فيري او بريل. طبعا وبالسلكه الناعمه، فهو نضيف اهو. شوف بقى ايه تركيبه كده، ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو فكه السهل انا بتاعي اللي هما كده، بس دول لسه هيتغسلوا. هنضفهم برضو عشان ايه يبقى الشكل كله هما 4 اتجاهات. ده كله لسه هيتشطف وايه بال4 مسامير بتاعته كده. انا خلاص ركبت اللي هو الازاز. اول 2 اتركبوا، هم 4 و2 هنا اهو. فنسمي الله كده. دي بتركبيها وتحطي المسمار وتربطي بالمفك. بسم الله الرحمن الرحيم. السجاده التانية اخر واحده. هو ممكن مش واضح لكم نظافته، بس يعني بصراحه ليه انا بالنسبه لي احسن مكان عليه الاول، فممكن فكه في فكه كده ان شاء الله ايه يبقى يظبط معايا كده اهو. طبعا ده الجزء اللي هو تحت الفرن، كان فيه اللي هو الصاجه. انا حطيتها على الحوض عشان تتغسل. الصاجه دي ما استخدمتهاش خالص ولا دخلتها في الفرن، على طول انا حطها في الجزء ايه اللي تحت. والجزء ده طبعا شوف شكله عشان برضو ايه ما بستخدموش، فانا بخيت عليه شويه لايت اللي هو مذيب الدهون، فسايباه شويه لغايه اما ايه احاول انا مع الرف. فربنا يسهل وهينضف ان شاء الله، واوريكم شكله بقى ايه بعد ما اخلص. هو النهارده كده يوم نشاط ويوم مهم مع البوتاجاز، فربنا يعيننا قبل رمضان كده ان شاء الله، وتبقى حاجتنا كلها زي الفل. طلعت الرف وحطيته بقى على الحوض من فوق، ومعايا الفرش اللي انا كنت قلت لكم عليها اللي هي المجموعه اللي كانت ب 10 جنيه دي، اللي هي منها 2 خشنين. الصفرة دي الناعمه سودا، والفيض دي خشنه. هي بصراحه حلوه، انا استخدمتها ايه لاي جزء في البوتاجاز مش قادره اوصل له. ودي برضو ايه بدل السلكه، فهي ايه دي شكلها صعب قوي. انا
احاول معاها، ما نفعتش هي اصلا انا ما بستخدمهاش، ولو استخدمتها هبقى مغلفاها بفويل، مش طبعا مش هحط عليها الاكل ايه مباشره. فانا هكملها واشطفها واسيبها ايه تنشف لغايه اما نعمل الجزء ايه اللي هي كانت فيه. انا مبوشاه رشه، بخيت عليه شويه لايت عشان ايه اي دهون فيه برضو ايه تروح. ده خلاص الرف انا غسلته اهو ما شاء الله نضف، واحط مكانه. وهنا الجزء برضو هو فيه لسه عايز بقى ايه دعكه تانية، بس هو احسن من المكان الاول جدا يعني، انا باركت له. وهنا الجزء اللي كان فيه ده كله الاطار اللي كان فيه ايه الاصفر اهو، وده من بره، بس طبعا لسه ايه هيتلمع تلميعه كمان عشان ايه يبقى ماشي مع الازاز بتاع. هو عايز الفوطه اهو، بسم الله. هو ده كان لسه عليه الاستيكر الابيض بتاعه، لسه شايلاه من شويه، فعشان كده ايه في مكانه عايز يتظبط. طبعا لسه بركه على الارض عشان ايه اشتغل كويس وبذمه بقى. طبعا زي ما انتم شايفين دي كده، دي اللي هي وحده الادراج، هم 4، 1 2 والتالت والرابع. من زمان انا ما اشتلتش مكانهم، باش بلاقي بقى ايه هنا دقيق. انا طبعا ايدي ده قبل ما ابقى عامله علبه مخصوصه للدقيق زي دي كده، علبه مخصوص للدقيق بحط فيها الدقيق وكل مستلزمات البيكنج باودر والكلام ده. طبعا ده من زمان، فده عايز يتنضف كل ده وبتلاقي حاجات ده هنا كده واقعه. يا شيف فيك. والمصفى ده انا قاعده بدور عليها من يوم ما جت وهي ما استخدمتهاش والله. كنت فين يا حبيبتي؟ كنت فين يا قلب امك بتاعت اليانسون فده كله بقى ايه همسحه وافضل الادراج معايا اهي. مش عايزه اوريكم بقى الشكل على الارض ايه اهو، الادراج على الارض اهي. كل ده بقى هيشال ويتنظم ونلمعهم واحطهم مكانهم، اعدلهم على الارض بدل ما ابقى واقفه ومتشعلقه. فهو احلى حاجه ان انت تفضل حاجه وتقعد له على الارض كده. كل ده طبعا ايه هظبطه، بس همسح هنا بقى طبعا الاول والمعهم واقعد للادراج. نظمت الادراج اهو خلاص، حطيتها ولمعتها، كله بيلمع اهو، كله بربرق. ده الدرج الاخراني، مكرونه واللسان العصفور والشعريه والملح، ودي النشا اللي متبقيه، وفي مكرونه مقصوصه برضو متبقي. الدرج التاني ده طبعا علبه الدقيق اتعرفنا عليها وتشرفنا. وبحط هنا العدس، الكاستر، في اللبن البودره، في الشاي، في ايه تاني، في النشا. ودي الايه علبه كده حاطه لهم فيها ايه نسكوك. تمام. الدرج التالت نظمته اهو برضو ايه، حطيت الحاجه اشتلت، طبعا كان كله ده معايا على الارض، نظمته واشتلت ايه اللي ملوش اي لازمه. وده برضو الدرج اللي بقى فيه المعالق والزياده والحاجات دي ايه كله اتنظم كده. ودي الحجاره بتاعت السخان بتاعت الغاز. اهم حاجه اللي كلهم اتلمعوا اهو من بره. اللي بيسالونا انا لمعت ازاي، انا لمعت بصراحه بالجلانس بتاع الازاز وبالفوطه اللي هي اسمها الميكرو فايبر، فنضفت بيها ولقيتهم بيلمعوا، فقلت الحمد لله اللي هم بيلمعوا. بصراحه الاسود عقدني في حياتي في التلميع. انا بسال ابو عمر قال لي ده مط ما بيبانش فيه لمعه، قلت له لا انا عايزه نوع بيعمل لمعه، غير لي الاسود ده واعمل لي اسود بلمعه. خلاص قشرنا وسلقنا الفول. هو غلوه بس، اديته غلوه هو ما شاء الله عشان طري، مش محتاج ان انا اغيبه شويه ايه في الميه. غلوه وطلع طبعا في مصفى، حطيت ميه ساقعه وسبته لما برد خالص، وعملتهم كل كيس طبعا على قد الايه الاكل. احنا بنحبها بقى كده، وايه هحطها بقى في الفريزر، وان شاء الله ايه لو لقيت تاني، بس انا عايزاه ايه ينشف شويه بقى، عشان بصراحه وانا كلته نصه من حلاوته وهو لسه طري، كلته نصه ايه وانا بقشره. وده كان اخر روتيننا النهارده، واستنوني في روتينات تانية.
وكل كومنت بتكتبهولي بيبسطني وبيسعدني. فاستنوني تاني في فيديوهات تانية في قناة ام عمر وحبايبها. بحبكم كتير.